مدي ظهره هيثم مصطفى، ومحمود عاشور شايف وواقف وادى قرار. وقلنا الاخطاء موجوده للحكام، احنا ما بنتكلمش على الكره دي. قلنا في هدف في الشوط الاول للنادي الاهلي سليم 100%، سليم 100%. هنشوفه تاني مره واثنين وثلاثه. ركله الجزاء هنشوفها مره واثنين وثلاثه، انما هنشوف وليد سليمان هيعمل ايه. وليد وليد وليد، جول جول جول، هدف اول للنادي الاهلي مع الدقيقه 16. ركله جزاء وليد سليمان بعد الكره اللي خبطت في ايد هيثم مصطفى. النادي الاهلي بيسجل من ضربه الجزاء بعد ما اتأزمت عليه الامور في النهايات السليمه من الشغل الجماعي، وجاله اكتر من كوره خطره النهارده كانت اقربها لعبه اجاي في الشوط الاول او الرأسيه اللي عملها في الشوط الثاني. انما وليد سليمان اللي نزل مع بدايه انطلاق الشوط الثاني مكان عمرو جمال هو اللي بيسجل من ركله الجزاء، حطها ورايح مع احمد حمدي. انما وليد حاططها كويس قوي وبعيده وفي زاويه، عشان كده خدمته وقدر يسجل منها. على جنب عند محمد هاني، محمد هاني، عبد الله السعيد لسه برضه بنفس الحال بحلول تقليديه. العرضيه حلوه، يا ولد يا ولد يا ولد، اجاي منك يا راجل. قلت لكم بيجيب الصعب ويضيع السهل. جونيور اجاي. اسامه عرابي قال لك خلاص الراجل ده خلص على المباراه 2-0 في الدقيقه 70. انما عرضيه نموذجيه هي دي البلسم اللي بنتكلم عليها. يا سلام يا وليد يا سليمان، وايه زارع نفسه بين الاثنين اللعيبه. بص اجاي واخدها من وسطهم، يا ولد يا ولد يا ولد، هدف في منتهى الجمال. وليد سليمان في البطوله نادي اسوان اللي بيواجه ازمات الموسم الحالي. وليد سليمان من بره ال 18، وليد يلعبها حلوه، يسند عليه تاني ميدو جابر. وليد خطير خطير، جول جول جول. وليد سليمان يعني خاتم سليمان. يا سلام يا وليد، الهدف الثالث هو اللي حللك المشكله، هو اللي النهارده فكلك الازمات الهجوميه. ركله جزاء وسجل هدف وعمل هدف. يعني وليد سليمان النهارده كتاب في الكره الهجوميه بينفذه لحسام البدري عشان يبقى هو مصباح علاء الدين اللي قاعد جنبه على الدكه، وقدر يخلص له مباراه